كيكة جوز الهند السريعة والسهلة بطعم بشهي القلب، بتاكلوها سخنة أو باردة، اسفنجية وهشة وخفيفة جدا، والأهم من هيك اقتصادية ومكوناتها سهلة جدا ومتوافرة بين ايديكم من مطبخكم. جربوها هلأ، طعمتها بتشهي القلب ولذاذة ما بعد لذاذة. قبل ما تشوفوا طريقة التحضير فضلا لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوا هالفيديو مع أصحابكم، تشتركوا بقناتي. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. لتحضير القطر نحن بحاجة كوب واحد من السكر العادي، منضيفه بطنجرة، منضيف عليه نص كوب من المي، نفس الكوب اللي عيرنا فيه السكر منعير فيه المي. بقلب على نار هادي لحتى يدوب السكر تماما. هذا السكر من بعد ما داب بالمي وصارت المي عندي شفافة. ملاحظة مهمة، بنحرص على تقليب السكر بلطف وهدوء حتى ما ندفعه لجوانب الطنجرة، فبالتالي بس يبرد رح يسكر معانا. فبنحاول نحن نخليه بالوسط ونقلبه لحتى يدوب بشكل تام وكليا. معايا هلأ ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي، واللي ما عنده بتقدروا تستبدلوه برشة بسيطة جدا من حمض الليمون اللي هو ملح الليمون. معايا أيضا شريحة رقيقة من الليمون الطازج. بننزل الحرارة للمتدنية وبنترك القطر يغلي. بعد مرور 5 دقايق هذا هو القطر. رح ارفع شريحة الليمون اتخلص منها، برفع القطر من على النار وبتركه يبرد بحرارة المكان. لتحضير الخليط رح نحتاج ل3 حبات بيض، رح نضيف عليهم رشة بسيطة ما تحمله الإبهام والسبابة من الملح لمعادلة الطعم وإبراز النكهات. ورا البيض على طول رح نضيف ملعقتين صغار من الفانيلا سائلة أو باودر، ويا أما بالهاند بلندر مثل هيك أو بخلاط الكوكتيل. رح أخلط البيض خلط خفيف بس لحتى يصير عندي رغوة. من بعد ما خفقت البيض لحتى صار رغوة مثل ما انكم شايفين، رح نحتاج ل1 كوب من السكر، إما كوب مقاس أو أي كوب ماء عادي كبير عنا. رح نزله تدريجيا على 3 دفعات. هاي أول دفعة، بخليه حدة وبواصل الخفق على سرعة عالية. هذا البيض بعد ما خفقته مزبوط مع السكر هيك بدي لونه يكون فاتح، وهيك بنكون ضمننا انه السكر داب كليا مع البيض حتى تطلع الكيكة عندي هشة. معاي هلأ نص كوب من الزيت، نفس الكوب اللي عيرت فيه السكر بعير فيه الزيت، زيت عادي. بخفق خفقة خفيفة بس. بضيف كوب واحد من الزبادي اللي هو باليوغرت، يفضل يكون بدرجة حرارة المكان، وبخلط. وهيك بيكون صار عندي خليط المواد السائلة جاهز. لخليط المواد الجافة رح نحتاج لكوب واحد من السميد، كوب واحد من مبروج جوز الهند، كوب واحد من الطحين المتعدد الاستعمالات، طحين عادي، ملعقة طعام مليانة من بودرة الكاسترد اللي رح تعطيني لون للعجينة وهشاشة وطعمة بتشهي القلب. ملعقة صغيرة ونص من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، هاي ملعقة صغيرة، وهي نص ملعقة. واللي ما عنده ملاعق مقاس بيقدر أي ملعقة صغيرة يستخدمها. رح أقلب المواد الجافة مع بعضها.
يضاف خليط المواد السائلة للمواد الجافة. رح أضيف على الخليط ملعقة طعام من الخل، أي نوع خل عندكم. رشة بسيطة من كربونات الصودا. الخل وكربونات الصودا أو البيكنج صودا أو الكرابولا أو الكربوني رح يعطوني هشاشة للكيكة أو البسبوسة. رح أقلب. هذا الخليط عندي وهذا قوامه. بنحاول ما نبالغ بالخلط. صينية الفرن بدهنها طحينة، لازم ادهنها. أنا بدهنها طحينة تعطيني لون جدا رائع للقاعدة تبع البسبوسة أو الكيكة، تعطيني لون جميل جدا. وانتو إذا ما بدكم فيكم تدهنوا زيت أو زبدة حسب الرغبة. بسكب الخليط بالصينية عندي، الصينية حجم وسط. فرن محمى قبل ب10 دقائق، حرارة سفلية مع علوية، درجة حرارة متوسطة اللي هي 190 درجة مئوية. اضبطوا فرنكم على درجة حرارة متوسطة لأن كل فرن شكل. استخدموا البصر لتقدير درجة النضج للبسبوسة أو الكيكة. راقبوها لحتى تصير لونها ذهبي. وهذا شكل الكيكة أو البسبوسة. الريحة أكتر من بتشهي، يا ريت في تقنية توصلكم الريحة اللي بتشهي. هذا شكلها. التشققات اللي طالعة عندكم دليل إنها خفيفة وهشة وطرية جدا ودليل نجاحها. رح طالعة من الفرن صارت جاهزة. هاي الكيكة. هذا القطر بحرارة المكان، وهو الكيكة سخنة لازم نعطيها القطر حسب الرغبة. الكمية اللي حضرتها أنا رح أضيفها مناسبة جدا بترضى جميع الأذواق. ما رح يكون القطر تقيل وما رح تكون تقيلة أبدا. رح يكون القطر ممتاز لإلها ورح تكون القطعة خفيفة. بتركها هيك على الطاولة بالمطبخ لحتى تتشرب القطر. كمية إضافية من مبروش جوز الهند رح نغطي فيه الوجه. هاي البسبوسة عندي من بعد ما شربت القطر تؤكل دافي وتؤكل باردة حسب الرغبة. هلأ صار وقت إني أقطعها، والتقطيع حسب الرغبة. رح زين بالكرز المجفف وفليكس الفستق الحلبي، والتزيين حسب الرغبة.